السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا عملت معاكم الجاتو بجيلو المانجا اللي هو قدامكم ده. طبعا ما انساكوش ابدا في ان انا اعمل معاكم صنف تاني من الجاتو. المره دي انا عملته معاكم بشكل جديد خالص، مختلف عن ده. انا حبيت بس افكركم ان انا عملت معاكم الشكل التاني، هو اللي بجناش الشوكولاته زي ما انتم شايفين كده، غني جدا جدا. الشكل بيتكلم عن نفسه. ده الجاتو السيسرول بس بالجناش. شايفين المنظر عامل ازاي والشكل تحفه. تعالوا بقى مع بعض كده نقول هنعمل ايه. اول حاجه هعملها هي الكريمه. لازم قبل ما اكون بعمل الجاتو اكون عامله الكريمه، عشان طبعا الجو حر والمطبخ سخن وانتي مولعه الفرن، فاحنا مش عايزين ان احنا ناخر نفسينا في عمايل الكريمه بعد ما نسوي الحاجه ونستعملها. لا، انا هعمله واحطه في التلاجة ياخد سقعيته، وبعد كده بالاسباتشولا او اي معلقه اروح مقلباه تقلبتين كده وابدا ان انا اشتغل. دلوقتي انا حاطه السكر وحاطه الميه تكون متلجه. هي الميه دي ما فيهاش تلج، بس لازم تكون ميه متلجه، ولو فيها قطع من التلج بتبقى افضل طبعا. بتقفل معاكي بسرعه وبتلم معاكي اسرع وبتبقى تقلها حلو زي الفل. طبعا انا هحط دول كوبايتين من الكريمه، يعني ربع كيلو من الكريمه. طبعا الكريمه مش كلها بتروح في السسرول الواحد، مش كلها. دول بعمل بيهم الاتنين سسرول طبعا، بس عشان انا افكركم بس معايا بالمقطع بتاع الكريمه، انا قلت مرتين هنا وهنا ازاي بعمل الكريمه، لكن مش الربع كيلو، انا بعمل بيه السسرول بالاتنين مش واحد بس. يعني الصاجين اللي انا عملتهم سسرول انا بعملهم بالربع كيلو كريمه. طبعا تفضلي تضربي كده لحد ما تاخدي القوام المظبوط زي ما انت شايفه معايا كده. هو ده التقل اللي انا عايزاه وده القوام تمام. ما تكتريش معاه في الميه، لان كل ما تكتري الميه هيسيح منك وهيعمل مطه كده ومش هيبقى لطيف. وعايزه اقولك برضو ان معلومه تاني هقولها، السكر ما يكونش بودر. في ناس قالت لي على البودر وانا قلت لها هيعمل مطه معاكي ومش هيقفل معاكي خالص. هتلاقي كده قولي معايا الملمس بتاعه في مطه زي الايس كريم. طبعا انا حطيت على وشه اول ما طلع من الفرن على طول، انا حطيت عليه ورقه. طبعا دي زي شبيه ورق الزبده بالظبط، بس هو مش ورق زبده، ورق الزبده كان عندي خلصان، فانا ما شالش مني غير حته صغيره بس، فانا حاولت ان انا اقشره زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده انا هقلب الصاج بتاعي على الناحيه التانيه. وبعد ما هقلبه كده، بص هو كده دافي، يعني لسه طالع من الفرن، ما قعدش مثلا بتاع 5 دقايق 10 دقايق، وبدات ان انا اشتغل فيه على طول. يمكن لسه سخونيته بس بيفيد دخان، يعني ما سبتوش يبرد، لان ما ينفعش السوسرول خالص انه يبرد، لازم تتعاملي معاه وهو سخن. طبعا هبدا احطه الناحيه الثانيه، احط له برده ورقه. انا كده شلت بس الورقه، وهبدا احطه الناحيه الثانيه وهقلبه زي ما انتم شايفين كده. انا جبته على وشه عشان الظهر طبعا بيكون انعم، بيكون مفرود وملساء كده، يعني تقدري انك انت بالشكل اللطيف كده لما تكوني عاملاه سوسرول. اما الشكل اللي هو بتاع وش الجاتو احنا قشرناه وهو ده اللي هيكون من جوه. طبعا في الفتره دي انت لو انا عملته قبل كده معاكم وحطيت مكسرات في النص، انت بقى لو حاطه تحطي جلاش حطي، حابه تحطي شوكليت شيبس حطي، مكسرات حطي اللي انت عايزاه. هنا بقى بوريكم في اللف، بص انا عامله ازاي اهو. ده اول حاجه اهي، وهبدا بقى ان انا ارول وافرد معايا اهو. ما تضغطيش عشان ما تكسريش. طبعا ده ما اتكسرش مني ولا حاجه، زي ما انتم شايفين هنا زي الفل. طبعا الابيض بس هو اللي كان اتكسر مني، وبوريك ان الطريقه سهله وبسيطه جدا، وحتى لو اتكسر منك مفيش اي مشكله، انت تكملي زي ما انت وما تقلقيش وما تخافيش. طبعا الكريمه بتاعتي ساقعه زي ما انتم شايفين كده، وبتفرد معايا بكل سهوله. اهم حاجه ما يكونش فيها فراغات من الهواء، تكوني مقلباها كويس جدا. طبعا هي من الثلاجه. هتقولي لي حطيت ايه بقى في الكريمه؟ طبعا اللي اتبقى مني من الكريمه بتاعت السوسرول بتاع المانجا، انا حطيت عليه جناش من الجناش اللي انا عاملاه للسوسرول ده، وان انا بدات احط عليه. عايزه تحطي كاكاو بس حطي، بس بصراحه انا بحب الحاجه تبقى طعمها غني، فعشان تبقى غنيه لازم تحطي لها الجناش ده. او ممكن طعميها بالنوتيلا، لو عندك النوتيلا ممكن تحطي معلقه ولا معلقتين من النوتيلا وتضربي بيهم، برده بتخلي الطعم حلو جدا. عايزه اقول لك ان الجاتو بالطريقه دي بيكون دسم جدا، اللي بياخد منها قطعه بجد بيحلف انه اكل جاتو، زيك زي المحلات الغاليه بالظبط. لكن لما تحطي كاكاو بس، اولا انا مش ببيع، ثانيا الحاجه دي اولادي اللي هياكلوها، فانت لو ناس بتعمل هتبيع والكلام ده كله فبتحب انها توفر فهتحط كاكاو، مع ان برضو الكاكاو والله مش رخيص، بس الطريقه دي احسن كتير. طبعا انا هبدا ان انا اقفل كل مكان يكون ما فيهوش كريمه معاكم زي ما انتم شايفين كده، وهبدا ان انا احاول ان انا اساوي على قد ما اقدر، لان برضو انا لسه ما نعمتوش. طبعا لازم يكون ناعم جدا جدا جدا، لانك لو مش ناعم الجناش بتاعك لما هينزل عليه هينزل معرج ويبقى الشكل مش حلو. بنفس جلدة الكراس اللي انا قلت لكم عليها وجلدة الكشكول اللي قلت لكم عليها، بصي بتشد معايا بسرعه ازاي كده، مسحه خفيفه كده من هنا ومن هنا، واي حته تلاقيها اتكشفت من الكيك
هنصلحها على طول، هنحط فيها كريمه تاني. طبعا بالشكل ده هدخلها على الفريزر. طلعها من الفريزر بقى، احطها على شبكه وهنزل عليها بالجناش. الجناش انا عملته معاكم اكتر من مره وعندكم على القناه، سهل وبسيط جدا، ما فيهوش اي حاجه خالص. ولو عايزين اقول لكم على المقادير بتاعته ممكن اقول لكم عليها. انا حاطه 200 جرام من الشوكولاته، حاطه معلقه عسل جلوكوز، حاطه معلقتين من السكر، حاطه نص كوبايه من الميه، وكل ده على النار لحد لما بقى تمام. ونزلت الشوكولاته عليها اول ما غلي كده والسكر ده، نزلت الشوكولاته على حراره الميه. عايزه تحطي لبن حطي، بس انا ما بعملوش بلبن، بحطه بميه. عايزه اول ما يكون سخن كده تنزلي عليه، حطي الشوكولاته بتاعتك هتدوب على طول. هتسيبيها لما تسقع معاكي وتاخد وضعها زي ما انتم شايفين كده، ما بتسيلش ما بتنزلش، ماسكه نفسها اهو. وكمان الجاتو بتاعي ساقع. وادي الشكل النهائي زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا رصيته وحطيت عليه الفرش بتاع الجاتو، وهنزل عليه بروزيتات ورد كده زي ما انتم شايفين. واي تزيين بقى بتاعك انت، ممكن تحطي عليها سيجار. انا كنت عامله معاكم جاتو قبل كده وحط عليه السيجار البسكوت، وممكن تحطي عليه اي مكسرات من فوق، ممكن تحطي عليه شوكليت شيبس اي حاجه. بس انا حبيت ان انا اكسر اللون وحطيت الكريز. بصراحه الكريز حلو جدا وبيدي شكل حلو وبيكسر اللون وبهجه كده، لما عينك تشوف القطعه بتفرح بصراحه. لو وصلتي معايا لحد هنا وفكرك تاني، ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل مني كل جديد وتشوفيه. واتمنى انه عجبكم زي ما عجبكم بتاع المانجا، يعجبكم كمان بتاع الجناش. اختكم في الله، المطبخ مع صابر ياسين.